أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيدا. نقدم لكم اليوم موضوع عن كحل نواة التمر. الطريقة: بعد تحميص نواة التمر على النار وطحنها جيدا تصبح مثل الكحل، ومن هنا نستخدمها السيدات لصناعة المسكرة المنزلية عن طريق خلطها بزيت الخروع أو زيت اللوز أو زيت الزيتون فتصبح مسكرة متماسكة. والمواد التي لا تتحول إلى جل يعاد طحنها ونخلها مجددا. ومع أن العملية قد تبدو معقدة وطويلة إلا أن النتيجة تستحق العناء. فوائد الكحل: إن أحرقت نواة التمر وسحقتيها واستخدمتيها على العين أعطيتيها جمالا مميزا من خلال اللون الأسود المميز وذات المصدر الطبيعي. وإن استخدمت نواة التمر ككحل أي بعد تحميصها على النار وطحنها تجعل العينين واسعتين وجميلتين. ومن المعلوم أن الكحل المصنوع من نواة التمر يقوي رموش العين. وبالطبع كل مستحضر يصنع في المنزل هو أفضل من مستحضرات التجميل الجاهزة المصنوعة بمواد كيميائية، ولذلك فمن الناحية الصحية يفضل استخدام كحل نواة التمر. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب من هنا، وممكن تتابع معانا كل الجديد وبشكل يومي من خلال الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود هنا.